كل الناس اللي بتدخن بتدور على بدائل آمنة للتدخين، والشركات بتفنن تطلع برودكتس أو منتجات بديلة عن التدخين يقال أنها آمنة. هل هي آمنة ولا لأ؟ تعالوا نتكلم النهاردة عن الحاجات اللي انتشرت اليومين اللي فاتوا دول ونفصلها تفصيل علمي في خلال دقيقة أو دقيقتين. اول حاجه عندنا حاجتين، عندنا اجهزه بتسخن السجاير، وعندنا اجهزه بنحط فيها محلول او ليكويد سائل يعني ونشفطها. الاجهزه اللي بتسخن السجاير اسمها ايكوس، ده البراند او الاسم التجاري بتاعها. في اسماء تجاريه اخرى غير مشهوره، ولكن الاسم العلمي هي اجهزه تسخين السجاير. بتسخن السجاير عشان ما نولعش فيها وتقلل المخاطر شويه، ولكن تظل المخاطر على القلب وعلى الرئه وعلى كل حاجه موجوده. في اجهزه برضو تانية اسمها اي سيجارت، يعني السجائر الالكترونيه او الكترونيك سيجارت، وديت بنحط لها محلول وبتشفطها. الشفط ده اسمه ايه؟ اسمه فيبنج، يعني الفعل اسمه فيبنج والجهاز اسمه اي سيجارت. اللي انتشر الفتره الاخيره دي مخاطر الاي سيجارت، وانتشر خطوره واحده بس اللي هي البوب كورن لانج. ولكن تعالوا نتكلم عن الحاجه الاخطر اللي هي اسمها ايفالي. الايفالي اللي هو اي سيجارت اور فيبنج ريليتد لانج انجري، وده حاجه اسمها اي ار دي اس. يعني ايه؟ يعني التهاب شديد في الرئه كلها، ممكن يحصل مره واحده في الرئه كلها، وده نسبه الوفاه فيه عاليه جدا تصل الى 80%. فلو حضرتك بتاخد الاي سيجارت على انها بديل امن، واوعى تفكر، التدخين كله خطر، كله سيء. الاي سيجارت اولها الايفالي، التهاب شديد في الرئه كلها يدمرها كلها مره واحده، تخش الرعايه يا تنجو ودي نسبه محدوده يا تموت. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها البوب كورن لانج او رئه صانع الفشار. الامر ده اكتشف في الناس اللي بتصنع فشار، بيشتغلوا في مصانع الفشار زمان، كان بيحطوا روائح بتستنشقها الرئه فيحصل فيه تليف في الشعب الهوائيه الدقيقه، ويحصل انسداد مزمن في الرئه، وما تقدرش تدخل النفس او تطلعه، صعوبه جدا في تطليع النفس من الرئه، وتحتاج تعيش على اكسجين مدى الحياه. المرض ده بيشخص بالسي تي ووظائف الرئه، اشعه مقطعيه على الصدر ووظائف الرئه. ولو شخصنا المرض ده للاسف ملوش علاج، لازم نبطل التدخين ونمشي على اكسجين مدى الحياه، وملوش علاج. تليفات الرئه ملهاش علاج، في علاج بينقص البروجريشن او تطور المرض، انما تعالجه لا. فاوعى ثم اوعى ثم اوعى تروح للحاجات دي برجلك وبعد كده لا تلومن الا نفسك. ايه اللي بيعمل كده في السجاير الالكترونيه؟ بيعمل كده الفليفر، الروائح، وان كان هذا الامر غير معروف قوي حتى الان ايه اللي بيسبب بالظبط. ارجو اكون عرفتكم يعني ايه ايكوس، ويعني ايه اي سيجارت، ويعني ايه فيبنج، وعرفتكم مخاطر الاي سيجارت في الفيديو ده. لو المعلومات دي اول مره تسمعها ابعتها لصديقك المدخن اللي بيقول ان الفيبنج أأمن من السجاير، خليه يعرف وما توقفش المعلومة عندك. واعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.